يا مساء الفل والجمال على الناس الحلوة. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي من 5 قطع لحمة. بس عايزين قبل ما نبتدي الوصفة ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك علشان القناة تشتغل. هنا معايا 5 قطع من اللحمة، رحت مقصاهم بالمقص وجايبة البصلاية وغسلاها، وبعد كده رحت ضربها في الكبة. وبعد كده هجيب حلة صغيرة وفيها معلقة من الزيت، واروح نازله بالبصلايه اللي انا فرمتها. هبتدي اشوح البصلايه لغايه ما تبتدي تدينا اللون البني. وانا اوريدي مقطعه اللحمه، اروح نازله باللحمه بتاعتي بعد ما البصلايه تدي اللون البني وتتشوح. اهو شوحتها، هنزل باللحمه بتاعتي. تمام. وبعد كده هروح جايبه كوبايه من الميه وحطاهم فوق البصلايه واللحمه. وبعد كده هروح جايبه كوبايه من الرز بعد بقى ما اقلب اللحمه والبصل، واروح حطاه معاهم. يبقى انا كده اول حاجه عملت رز باللحمه والبصل. تمام. هبتدي احط بعد كده البهارات بتاعتي اللي هي الملح والفلفل وال7 بهارات. دي بس البهارات اللي انا حطيتها. تمام. وهسيب الرز يستوي واسويه. تمام. وبعد كده هحطه على الرده. وبعد كده معايا شوربة اللحمة الجميلة. هنعمل احلى طاجن ملوخية من شوربة اللحمة. ادي معانا الطاجن بتاعنا. هبتدي اول حاجة احط كوباية من شوربة اللحمة. الكوباية دي لا بتخلي الملوخية ساقطة قوي ولا بتخلي الملوخية تقيلة، بتخلي الملوخية وسط. انا ما بحبش الملوخية اللي هي السايحة اللي هي كلها مية دي، لا انا لازم ادوق كده طعم الملوخية. فانا ببقى عارفة مقاديري. يبقى انا معايا كوباية من الشوربة هتخلي طعم الملوخية حلو، لا هي سايحة قوي ولا هي تقيلة قوي، وسط. واهم حاجة عندي ان انا عندي شوربة اللحمة، لان شوربة اللحمة دي هي اللي بتخلي طعم الملوخية في منتهى الجمال، سواء كانت شوربة لحمة او شوربة فراخ. هنا معايا حبة حلوين من الثوم، هنحطهم في الكبة ونفرمهم. تمام. بعد ما فرمناهم هنحط معلقة زيت، واروح حاطة الثوم وفوقيه الكزبرة والملح والفلفل، وساعات انا بحط بذرة شطة وساعات لا. وهبتدي اقلبهم تقليبة حلوة، واروح بعد كده حطاهم على طاجن الملوخية بتاعي. وبقى معايا احلى طاجن ملوخية، وريحته كانت قلب البيت، ريحته كانت في منتهى الجمال، حلو جدا جدا. عندي حبة كده، اخر حبة كده من الثوم في الطاسة، اروح حطاهم على الملوخية. خلاص مش بس كده، انا معايا شوربة لحمة بقى. رحت عاملة شوربة لسان عصفور. تمام. بشوربة اللحمة، وحطيت عليها حطيت عليها ملح وفلفل وشوية كمون، وفي الاخر رحت عصرة ليمون. وكانت اكلة في منتهى الجمال، وكانت سهلة جدا جدا. وادي الملوخية بتاعتي اهي خلصت. هنبتدي بعد كده نقدمها في الطاجن. تمام. وبعد الملوخية هنحط كمان الرز باللحمة بتاعنا اللي طعمه حلو وطلع روعة في منتهى الجمال. بصراحة أكلة جميلة جدا جدا، وأنا من عشاق الملوخية.
ملوخية بقى سادة، ملوخية بالجمبري، اي نوع من انواع الملوخية، انا يعني اي ملوخية وخلاص، انا بحب الملوخية. تمام. وبقى معايا كمان شوية شوربة حلوين بالليمون كده، وبشوربة اللحمة من لسان العصفور، طعمهم في منتهى الجمال. شوربة اللحمة عملت معايا أكل كتير. جربوا يا جماعة على الوصفة دي، وبإذن الله هتعجبكم. بس أنا عايزة أقول لكم على حاجة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، والقناة تشتغل. وبألف هنا.